اللي قدامك ده مينا ماهر، صحفي في قناة نادي الزمالك ومقدم برامج في قناة نادي الزمالك. مينا ماهر بدأ مشواره مراسل في قناة النادي الأهلي، ومحدش كان يعرف انه زملكاوي، ولما اتفضح واتعرف انه زملكاوي، مع انه كانت في مباراة الاهلي يحفل على الزمالك ويحفل مع الاهلي وكل حاجة، لكن لما اتعرف انه زملكاوي وطار وراه من قناة النادي الاهلي، خدوه في قناة الزمالك. لما خدوه في قناة الزمالك بقى يبوس الاياد ومرتضى منصور والدنيا دي. بعد ما مشى مرتضى منصور بقى مع حسين لبيب وشتم على المجلس السابق، وهم اللي خربوا يعني لقمة العيش الصعبة بمعنى كلمة صعبة. انا عاوز افهم انت مين يعني. منزل لي صورة للواد البرازيلي، منزل صورة للواد البرازيلي لما جاب جون، وبعد المباراة كان عندي فار بدلته بأسد، بيقصد زيزو. كان عنده فار اللي هو زيزو، بدله بأسد اللي هو اللاعب البرازيلي الجديد. هقول لك ماشي، بس انت مين؟ ما ده هو شوف، مش انت اللي كاتب البوست دي ومنزله؟ شغال تبص على يد زيزو، شغال تبص على رجل زيزو. يا راجل انتوا حفيتوا ورا زيزو، انت مين؟ انا عاوز اعرف لك يعني عقليه، انت انهي عقليه فيهم؟ اصدق مين فيكم؟ انهي مينا اللي بيهاجم زيزو، ولا مين ولا مينا اللي شغال يبص على يد زيزو عشان يجدد؟ اصدق مينا اللي اشتغل في قناه الاهلي، ولا اصدق مينا اللي اشتغل في قناه الزمالك؟ طب اصدق مينا اللي اشتغل في عصر مرتضى منصور، ولا اصدق مينا اللي اشتغل في عصر حسين لبيب؟ انت عشان لقمه العيش شغال شويه مع ده وشويه مع ده وشويه مع ده. عندنا في الصعيد مثلا يقول لك يا بخت اللي اتربى على طبليه ابوه. انت اتربيت على انهي طبليه؟ ده انت اي طبليه قاعد عليها. يعني انا عاوز افهم اللي زي ده يعني ازاي قبل نفسه، ازاي قبل نفسه وقبل على نفسه ان هو يكون كده. بني ادم غريب بمعنى كلمه غريب يعني. انت خدت فتره تبص على الايادي عشان زيزو يجدد. انت احسن لاعب في افريقيا، وانت احسن لاعب في مصر، وحرام انك انت ما تاخدش احسن لاعب في مصر وكده. بعد ما مشى كان عندي فار اللي هو كان احسن لاعب في مصر وفي افريقيا، كان عندي فار بدلته باسد. طب انت مين؟ والاسد بتاعك ده بان من اول مباراه عارفين انه لاعب مهاري. مين قال لك لو جاله عرض وغروه بالفلوس مش هيسيبك ويمشي؟ مين قال لك لو اتاخر شهرين في المستحقات، لو اتاخر شهرين في المستحقات مش هيسيبك ويمشي؟ زيزو اللي انت بتقول عليه فار، ليه عندكم عند ناديكم 70 مليون؟ اي نعم هيرفع قضيه وياخدهم عشان الطريقه اللي مشى بيها، وعشان انتوا في اول مباراه ما عملش ولا اي حاجه، ما كانش لسه لعب بتشتموه في المدرجات. احترم نفسك قدام نفسك مش قدام حد.